أنا عندي 15 سنة، عايز أركب ريس، ولو نركب ممكن ترشح لي موديل موتوسيكل ينفع لي سني. رد بقى، أنا عملت لك على نص فيديوهاتك التعليق ده، أنت معكش على نص فيديوهات، أنت عندك فيديوهاتي كلها. بص يعني أول حاجة 15 سنة، أنت مظنش أنت طول الأرض، ولو أنت يعني ربنا كرمك في الجينات وطويل شوية فمش هيبقى معاك رخصة، يعني أنت مش هيبقى معاك بطاقة أصلا، فمن أول الموضوع كده مش هينفع. فأنت لو ماشي من غير رخصة، الموتوسيكل هيتاخد، هيتعمل لك قضية حوارات، معكش رخصة سواقة، فالموتوسيكل هيتاخد منك، هتدفع لك ايه مبلغ حلو، والموتوسيكل هيتكسر ويتبهدل في الأقسام أو الحضانة زي ما بيقولوا، فمش هينفع. وغير كده لسه بدري، 15 سنة يعني، انت عشان تبتدي تستوعب الطريق والسرعة والمسؤولية وقواعد المرور والكلام ده لازم تتم 18. فرأيي هاتلك أي موتوسيكل كهربا مناسب لسنك، ما بيترخصش، مش محتاج رخصة، امشي بيه وتعود الأول على الموتوسيكلات وازاي توازن نفسك والكلام ده. وهم 3 سنين، 15 16 17 18، هم 3 سنين يبقى عندك 18 سنة تطلع رخصة وتركب الموتوسيكل اللي انت عايزه، وتتعلم واحدة واحدة، هتستفاد أكتر يعني، تتعلم واحدة واحدة أحسن ما تركب ريس مرة واحدة. فهاتلك موتوسيكل سكوتر كهربا كده حلو، تعود الأول على المشي في الطرق وبين الناس، والمصاريف بتاعت الموتوسيكلات مع الميكانيكية ازاي والكلام ده كله. وواحدة واحدة ابتدي، هاتلك موتوسيكل ريس صغير 600 cc، هاتلك حاجة 400، هاتلك موتوسيكل صيني دبرياش عادي، تعود الأول على النقلات الكلام ده لحد لما تتمكن من موتوسيكلات الريس يعني.